الغالب بالله محمد ابن الأحمر اللي خان الموريسكيين الأندلسيين واتحد مع فرناندو الثالث ملك قشتالة. ليك حق تقول أكتر من كده، ما هو أنت مش دريان بحاجة، أنت عايش في غيبوبة. يا ابني ده كان اسمه الشيطان الواعظ، وده لأنه مش بس كان خاين للمسلمين، ده كمان كان بيحرض الحكام الأندلسيين للخيانة. يا أخي إذا بليتم فاستتروا، ولكن هو كده الفاشل يحب الناس كلها تفشل زيه عشان ما حدش يعايره. فراغ بعيد عنك. المهم إنه يساعد فرناندو في عام 1247 في حصار أشبيلية اللي شعبها كله من المسلمين، وبعد حصار اشبيليه بفتره قصيره يباغتوا فرناندو بحصار غرناطه اللي بيحكمها الغالب بالله، فيضطر لتسليم 150 حصن من حصون غرناطه علشان خاطر يفك عنه الحصار، ويموت الغالب بالله محمد بن الاحمر بعد ما ساب سمعه سيئه استمرت ل 200 سنه من الخيانات ظل اثرها في الأندلس حتى سقطت الأندلس كلها نتيجة الخيانة بعد أكثر من 800 سنة حكم للأندلس. طب لحظة واحدة،